بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مع قناة Enjoy Learning، يعني استمتع وانت بتتعلم. الفترة اللي فاتت كنا احنا قعدنا نشتغل على ازاي ان احنا نستخدم برنامج اسمه كامتازيا ستوديو عشان نعمل فيديو محترف من الصور والفيديوهات بتاعتنا، وتعلمنا ازاي كمان ان احنا نشتغل على الباوربوينت بفيديوهين اتنين بس، وبدأنا نشتغل على الباقي. الفيديو اللي كان مهم جدا جدا ازاي ان انت بعد ما الفيسبوك بتاعك يتسرق او يحصل له اختراق تبدا ان انت ترجعه وتعرف مين اللي سرقه، او مش مهم تعرف مين اللي سرقه بس تقدر ترجعه وتقدر تامنه كويس جدا وتقدر تعمل باسورد قوي مفيش حد يقدر يعمله. اللي بعد كده ازاي ان احنا نستخدم الوورد والاكسل والباوربوينت، وده برامج شغالين عليه. المهم دلوقتي حضراتكم اشتركوا معانا. النهارده جايبين لكم موضوع مهم جدا جدا جدا. لو انت جيت دلوقتي كلنا معانا سمارت فون، تليفونات ذكيه. التليفونات الذكيه دي بتخلينا عايزين نوثق اللحظات الحلوه او نعمل فيديوهات كويسه او نصور صور كويسه ونمنتجها ونشتغل عليها. كان عندنا برنامج كامتازيا ستوديو، ده محمد عمله وقال لنا ممكن ان احنا من خلال الخطوات دي ازاي اه او الموارد دي ازاي. من خلال البرنامج ده اقدر ان انا استخدم مقاطع الفيديو بتاعتي، وازاي احط عليها صور، وازاي احط لها صورة، وازاي احط لها موسيقى، وازاي اعمل لها انيميشن وحركات كويسة. دلوقتي في ناس ما بتقدرش تستخدم البرنامج ده او ما تعرفش تشتغل عليه، او ناس ما بتعرفش اصلا تشتغل على الكمبيوتر كويس. قعدنا نفكر وندور لغاية لما لقينا موقع بيعمل تغيير للخلفية بالكامل. يعني لو انت مثلا مصور فيديو والخلفية بتاعتك مش كويسة عايز تشيلها، او عايز تعمل شوية دلع كده للفيديو، تاخد الصورة، تاخد الشخص اللي بيتكلم في الفيديو ده وتحطه مثلا في قرية، في مكان تاني، تحطه في خلفية مريحة، تحطه في مكان هو عايز يبقى فيه، تعمل كده زي سفر اونلاين، حاجة كده مختلفة. فقعدنا ندور لغاية لما لقينا فيديو او موقع كويس جدا بيشتغل على الموضوع ده. خلينا نشوف الموقع اسمه وطريقة عمله ازاي ونتعلم مع بعض. خليكم معانا، بس في الاول اشترك في القناة. ورجعنا لكم مرة تانية. اهلا وسهلا بيكم في قناة Enjoy Learning، ونبدأ دلوقتي على طول نشوف الموقع اسمه ايه. الموقع ده اسمه ان سكرين. حضرتك مثلا عندك فيديو زي ده، الفيديو ده كده تعال نشوفه اهو. وفي جزء تالت بس مش عارفين نجيبه لأن البقرة قربت خالص. تمام. الفيديو ده سيف كان بيصور فيديو وهو بيدرب اصحابه. تمام. التدريب ده كنا بنعلمه ازاي ان هو يقف يتكلم قدام الكاميرا ويتفاعل ويتناقش مع الناس وكلام من ده. في نفس الوقت الخلفيه بتاعت الفيديو احنا عايزين نجيب خلفيه مختلفه، عايزين الخلفيه دي تبقى شكلها كويس جدا وقوي جدا بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. ده نموذج من الخلفيات اللي احنا اخترناها. بصوا كده، ده نفس الفيديو اللي كان سيف بيتكلم فيه اهو، بس بعدها عملنا الفيديو بخلفيه، الخلفيه دي متحركه وفي اشكال كتير مختلفه. طيب هنقفل الفيديو ده وتعالوا كده نمشي مع بعض خطوه بخطوه ونعرف ازاي ندخل على الموقع اللي بيغير خلفية الفيديو. الموقع اسمه ان سكرين، وهنحط لكم اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو اهو. ان سكرين دخلنا. بصوا معايا كده، حضرتك بتبقى مجهز الفيديو بتاعك اللي انت تشتغل منه اهو. مثلا ده الفيديو اللي احنا عايزين نعمله، بسحبه كده على طول وارميه في مكان اهو. بصوا اهو، انا سحبته اهو، سبته. الفيديو بيتحمل دلوقتي حاليا اهو. بصوا هنا الموقع بيعمل ايه. الموقع بيفرغ الخلفية بتاعت الفيديو تماما، بيخليها شفافة، بحيث ان حضرتك ممكن تعمل حاجة من اتنين. يا اما تحط خلفية من الخلفيات اللي الموقع جايبها لك، ودي خلفيات كتيرة وهنشوفها بس لما الفيديو يحمل اهو. بصوا كده، الفيديو بقى فاضي خالص من ورا، يعني الخلفية بتاعته اتشالت. اول ما يوصل 100% هنبدأ نشتغل على طول ونشوف هنعمل ايه. المهم الموقع ده الميزة فيه ان هو موقع مجاني، والفيديو بأي حجم انت بتشتغل عليه مفيش اي مشكلة خالص اهو. بصوا هنا، انا ممكن اختار يا اما خلفية لو دوست اوريجينال، دي الخلفية بتاعت الفيديو العادية اهو. ده الفيديو زي ما كان في الاول. هنا الفيديو بعد ما بقى شفاف. هنا بقى ممكن احط له فيديو خلفية، او احط له لون كلر، او احط صورة. تعالوا كده نختار الفيديو ونشوف، نجرب كده كل شوية نجرب فيديو. بص سيف بقى واقف في اشارة مرور في دولة اجنبية، عمال بيتكلم ويتناقش ويعمل. لو احنا عاملين حسابنا كان سيف يقعد يشاور الاتجاه ده هيروح لعتبة، الاتجاه ده هيروح رمسيس، الاتجاه اللي على طول ده يوديك مش عارف فين، وخلي بالك ان العربيات هنا وفي اشارة مرور وشوف الدراجات وهي ماشية. هيبدأ يشرح ويتناقش كأنه بيتكلم ومراسل صحفي شغال. هنا مثلا لو سيف حب يروح المكان ده اهو، سيف بصوا لابس ازاي وهو دخل هنا بدأ يتكلم اهو، بيشرح يا جماعه انا كنت في المكان ده وبلعب على الباتيناج ولابس الكوتشي وشغال وبجري وبتزحلق والدنيا زي الفل ماشي. لو احنا جينا مثلا في مكان زي ده، بصوا مثلا الخلفيه دي، خلاص سيف بدأ يتكلم عن العالم الافتراضي وان احنا دلوقتي في القرن 21، المفروض هنفكر على كذا وكذا وكذا. المهم في الموضوع ده ان حضرتك من خلال الفيديو، بصوا سيف بقى زي عايز يروح الملاهي اهو، ادي الملاهي.
سيف عمال بيقول لك والله انا ركبت العربيه دي وركبت العربيه التانية وركبت الحصان وقعدت اتمرجح ومش عارف ايه وكلام من ده. طب ده بالنسبه لمين؟ للفيديو لو انا هعمل الخلفيه بتاعتي فيديو. طب لو انا عايزها كلر، لو واحد بيشرح محاضرات وعايز ان هو يتكلم في خلفيه صامته يبقى تركيز الناس كلها معاه، ما يبقاش تركيزها مع حاجه تانية، احط له خلفيه لون واحد اهو، هيبدا يتكلم ويتناقش مع الناس ويشرح والناس مركزه معاه هو بس، لان الخلفيه اللي وراه صامته. لو انا جيت بعد كده قلت له بلاش اللون، انا عايز احط صوره، هختار مثلا صوره زي دي اهي، صوره وهو عمال بيتكلم ويتناقش ويشرح. يبقى احنا ممكن نحط خلفيه فيديو ونختار فيديو من الفيديوهات دي، ودي فيديوهات كتيره جدا على فكره اهو، فيديوهات كتيره جدا اهي اهي اهي. مثلا الفيديو ده، مثلا الفيديو ده، مثلا الفيديو ده ماشي. طيب تعالى بعد كده لو عايز احط صوره، ادي الصوره اهي، احط الصوره اللي انا عاوزها تمام كده. في الاخر بعد ما خلصت الكلام ده يبقى اول حاجه بنسحب الفيديو من مكانه، بعد كده بنرميه في الموقع ده، بعد كده بختار انا هحط له خلفيه فيديو ولا صوره ولا كل حاجه من دول حضرتك بتختارها باسباب معينه. يعني وانا عايز اختار فيديو عايز اعمل تفاعل مع الجمهور واشرح واعمل، ممكن اعمل نشره اخبار، ممكن اعمل كذا زي ما انا عاوز. لو انا عايز احط خلفيه صامته عشان الناس تبقى مركزه معايا انا وانا بشرح مثلا درس مهم، يبقى لازم احط خلفيه صامته الناس تبقى مركزه معايا ما تبصش على الخلفيه وتنشغل. بعد ما خلصت ده بقول له طب معلش هنا اعمل داونلود للفيديو، يعني حمل الفيديو بتاعي عشان احفظه عندي على الجهاز بتاعي. الفيديو بيتحمل اهو. لغايه لما الفيديو يتحمل بنطلب من حضراتكم ان انتوا تشتركوا في القناه، او بقول لي عايز تحفظ الفيديو فين، هقول له على الديسكتوب وهقول له اون سكرين اهو، بقول لي انت حافظه قبل كده، بقول له احفظ. تعالوا كده نشوف الفيديو عامل ازاي. لسه الفيديو طبعا بيحمل، لسه بيحمل اهو. لغايه لما الفيديو يحمل تعالوا كده نبص على القناه بصه بسرعه كده، بصه سريعه. بص حضراتكم معايا كده، دي القناه بتاعتنا، دي الفيديوهات اهي. في عندنا فيديوهات مهمه بالنسبه للناس اللي هي بتحترف الكمبيوتر، هنا دوره باوربوينت ودي حاجه متقدمه شويه، هنا دورة ازاي تعمل مونتاج لفيديو او لصور او لفيديوهات، هنا ازاي تستخدم الباوربوينت بشكل بسيط، هنا دورة تعليم باوربوينت كده 3 فيديوهات، هنا دورة الفوتوشوب للمبتدئين واحنا خلاص هننزل الجدول بتاع القناة، هنا عندنا استعارة الفيسبوك وازاي ان احنا نشتغل عليه وازاي نأمنه. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى ازاي الفيسبوك بيعمل تجسس على حضرتك وانت راضي بالكلام ده وموافق من خلال الاتفاقية بتاعته. هنقول لحضرتك ازاي تشتغل على الفيديو وازاي ان انت توقف تجسس الفيسبوك على حضرتك. طبعا احنا عملنا الفيديو ورفعناه واخترنا الخلفية بتاعته واخترنا الشكل بتاع الفيديو، خلاص خلصنا كل حاجة، هنعمل بقى داونلود. المفاجأة اللي قابلتنا هنا ان الفيديو نازل من غير صوت، الفيديو نازل من غير صوت، يعني معنى كده ان العيب الوحيد اللي في الموقع ده ان الفيديو بعد ما بعمل فيه التعديلات دي كلها باجي اتفاجئ ان مفيش فيه صوت، الكلام بتاعه راح. ماشي، ما تقلقوش خالص، الكلام ده هنعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع البرنامج الجديد اللي هنشتغل عليه برضو بدون اي برامج، موقع تاني بناخد الصوت بتاع الفيديو ونرميه على الفيديو ده، ويبقى احنا كده عملنا فيديو شكله حلو خلفيته حلوة والصوت بتاعه موجود، ولو في حتى تشويش احنا هنروق صوت الفيديو. اعمل اشتراك في القناة، تابع معانا، بص على القناة وشوف الفيديو بتاعتها، ولو في اي تعليق او اي طلب او اي حاجة عايزينها ممكن حضرتك اعمل بس كومنت على الفيديو بالحاجة اللي انت عايزها وهنرد عليكم. طبعا متشكرين جدا جدا للناس عملت كومنتات على الفيديوهات اللي فاتت، واحنا شغالين في البرامج اللي انتوا طالبينها، وخلال الفترة الجاية ان شاء الله هنشتغل مع حضراتكم مع Enjoy Learning. مع السلامة.